السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناه شيوات بيتيه. اليوم جبت لكم افضل مشروب ممكن دوزو به شهر ديال رمضان ديالكم. نبداو على بركه الله. اول حاجه ناخذ الكركديه ديالنا، ناخذ الكميه اللي نقدروا نديروا بها المشروب ديالنا. من بعد ما خدينا الكميه اللي بغينا وغسلناها مزيان، كنا ديجا دايرين الماء يغلى مزيان، يكون مغلي مزيان، ودابا غادي نكبوه عليه. من بعد ما غلينا الماء دابا غادي نكبوه عليه. ودابا غادي نحطوه فوق البوطه باش يغلى واحد 5 دقائق بحال هكا، باش يزيد يطلق اللون اكثر وبيولي مركز اكثر. هنايا من بعد ما جاب الغليه صافي غنطفيو عليه دابا. هنا من بعد ما برد درناه في هاد القرعه هادي، وغناخذوا الكميه ديال السكر اللي بغيناها وغنديروها في الدواز. من بعد غادي ناخذوا الحامض وغادي نكبوه في الدواز ديالنا. المهم على حسب اللي بغى يدير الحامض يديرو، بغى يدير الليمون يديرو، بغى يدير الحامض والليمون بزوج يديرو، بغى يخليه هكاك غير بالسكر حتى هي مزيان. انا كنفضل يكون فيه الحامض يا الليمون يا بجوج. دابا غناخدو هذاك الشيء كامل ونبداو نحركوه فيه هكا كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا كيولي على هذا الشكل هذا. بعد ما كنخلطوا جميع المكونات اللي فيه السكر الحامض والليمون يبان لكم الشكل النهائي ديال الكركديه ديالنا. الراحه عليكم.